المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة للتركيز على استخدام البذور المحسنة في إقليم عنسبة. نسبة التبرع بالدم تبلغ 200% خلال 6 سنوات. افتتاح معرض فني في أسمرة. مالي توافق على إطلاق سراح جنود من كوت ديفوار. متمردون كولومبيون يعلنون وقفا للنار من جانب واحد. 15 تقتيلا في انفجار شاحنة صريج تنقل غازا مسالا في جنوب أفريقيا. أهلا بكم مشاهدينا. دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى المزارعين لاستخدام البذور المحسنة والمجربة والتي أثبتت الفحوصات الجارية في وزارة الزراعة قدرتها على مضاعفة الإنتاج الزراعي، وذلك في الاجتماع التقييمي المنعقد في الفترة من 21 وحتى 23 من ديسمبر الجاري في مدينة كرن. وقال سعادته أن البرامج التنموية الرئيسية وخاصة الأمن الغذائي تعتمد على حماية التربة وحفظ المياه والتشجير ومكافحة انقراض الأشجار وبناء الخزانات، وكذلك تعزيز الزراعة الحديثة، مناشدا بتعزيز دور كافة الشركاء من المجتمع والجهات الحكومية والجبهة. وأوضح في المناسبة أن نسبة بناء سدود أيبابا وكودي وشنارة وأجربب وقبرو بلغت 75%، فيما تم صيانة مدرسة غار عبل والتي دمرتها العواصف، ومكتب إدارة مديرية حقات والمجرى الصحي لكلية حمل مالو الزراعية. وأوضح التقرير المقدم في المناسبة إنجاز أعمال كثيرة في إصلاح مساقط المياه وبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية عبر العمل الطلابي الصيفي وعمال الحكومة والمواطنين، وقرض أكثر من 700 ألف شتلة من أصل 1,200,000 شتلة تم جلبها من مشاتل دق محري وقلاقل ووادي عنسبة وحمل مال وحلحل وقلب في الجبال، والباقية في مختلف الأماكن. كما أوضح بأن مدارس كرمد وبالوى ومحلاب وفلدارب ارتقايا إلى المرحلة الثانوية، فيما ارتقت مدارس ومرات وهبرنغاغا وفشنكو ومدرسة الصوم في مدينة كرن إلى المرحلة المتوسطة. كما تم إجراء أعمال جادة في برنامجي محو الأمية وعريوت، كما يجري بناء مبنيين جديدين للولادة والأطفال بمستشفى كرن، فيما تتم بناء عنابر لانتظار الحوامل في كافة المؤسسات الصحية بمشاركة أهلها، مما يسهم أو تسهم هذه الأعمال في الرقي بالخدمات الصحية إلى آفاق أرحب. وفي الختام قدمت آراء وتوصيات تساعد في تعزيز دخل صندوق تنمية إدارة المدينة والضواحي وضريبة المواشي والأراضي الزراعية وتنمية المياه وتطوير مفوضية الرياضة وإيجار العقارات والإحصائيات وغيرها من أنواع الدخل، والعمل بقوة لمضاعفة دخل الحكومة وغيرها من التوصيات. أعلنت خدمات نقل الدم الوطني بأن الجهود الحثيثة التي بذلتها مع شركاء لإنقاذ الحياة بالدم أثمرت على ارتفاع كمية الدم المتبرع به، بلغت خلال 6 سنوات أكثر من 200%. وأوضح الدكتور يوهانس تخستي المدير الطبي لخدمات نقل الدم بأن الكمية التي كانت 6681 كيس دم خلال 2016 ارتفعت في العام 2022 إلى 606,013 كيس دم. وأشار الدكتور يوهانس إلى أن عام 2022 شهد توزيع 38 من كمية الدم لمستشفى أروتا المرجعي بهدف إنقاذ الحياة أثناء الولادة والعمليات الجراحية لمعالجة مختلف الأمراض، و9% لمستشفى حليبة المرجعي، و6% لمستشفى كرن، والكميات الباقية للمستشفيات الأخرى. وذكر أن الدم المتبرع به يخضع للعديد من الفحوصات من أجل تأمين صحته، وبموجب ذلك تأكد بأن الإصابة بفيروس المناعة المكتسبة الإيدز كانت 0.1%، والحمى الصفراء 0.5%، والحمى والأمراض التناسلية الأخرى 0.3%.
وأوضح الدكتور يوهانس بأن خدمات نقل الدم توسعت إلى أقاليم القاشبركة وعنسبة والجنوبي بفضل الدعم الذي تحصل عليه من وزارة الصحة، مشيدا بجهود جمعية التبرع الطوعي لتنمية محتوى الخدمة في فروع الأقاليم. افتتح يوم أمس 24 من ديسمبر أمام مبنى وزارة التعليم معرض فني نظمته جمعية للمرأة تنشط تحت مظلة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع الإقليم الأوسط بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد. واشتمل المعرض على أعمال الفخار والسعف والخرز وكذلك على الرسم. وأوضحت كل من السيدة ويني تسفاي والسيدة يرقلام زقاي من منسقات المعرض أن الجمعية المؤسسة في عام 2012 تعرض منتجاتها سنويا في المناسبات، وسيستأنف هذا النشاط بعد توقفه العامين نتيجة انتشار فيروس كورونا. وذكرتا أنهن يحصلن على دعم وتشجيع عال من الزوار، مناشدات بتخصيص مكان مناسب لهن يعرضن فيه منتجاتهن. وسيستمر المعرض حتى 31 من ديسمبر لعام 2022. تم في 23 من ديسمبر الجاري تكريم 42 طالبا، بينهم 50% من الطالبات أحرزوا نقاط عالية في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في عام 2021-2022. وقال مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح أن التكريم نظم بالتعاون بين إدارة مديرية مصوع والآباء والمعلمين، وأن تكريم نسبة أكبر من الطالبات تبرز مساهمتهن في التعليم. وذكر مسؤول التعليم في اقليم شمال البحر الاحمر الاستاذ رشيد محمد عثمان ان البرنامج يسهم في خلق روح المنافسه للطلاب الاخرين ويعكس انتشار وانعكاس التعليم المتوازن. واوضح مدير مديريه مصوع السيده هيلا اصفهان ان التكريم يحمل الاباء مسؤوليه متابعه ابنائهم جيدا، موصيا للعمل بالتنسيق بين الاباء والمعلمين، مؤكدا دعم ادارته لهم والوقوف الى جانبهم. يذكر انه كان قد تم تكريم 43 طالبا العام الماضي، بينهم 17 طالبا. تقوم عيادة مديرية الشعب بتوعية صحية مكثفة لرفع وعي المجتمع لمكافحة الملاريا. وأوضح مسؤول العيادة الممرض زيناوي قبر دنقل أن معظم مناطق المديرية شبه موبوءة بالملاريا، مشيرا إلى أن أعمال الرش الجارية سنويا تحقق نتائج جيدة. وأشار الممرض زيناوي إلى أن النظافة تسهم بفعالية في تقليل الإصابة بالملاريا، لذلك تنظم بشكل مستمر أنشطة نفير للنظافة وتوزع كافة المراكز الصحية الناموسيات على الحوامل، داعيا المواطنين وخاصة الأمهات والأطفال لاستخدام الناموسيات. وقال مدير المديرية السيد إبراهيم أبو بكر أن الجهود الجارية لمكافحة الملاريا مسألة لا تترك للمهنيين الصحيين فقط، داعيا لتعزيز دور المواطنين وإدارات الضواحي. وأوضح المشاركون بدورهم إدراكهم العالي لأهمية السمينارات والتوعية الصحية الجارية في مكافحة الملاريا، مؤكدين القيام بالعمل الدؤوب من أجل تأمين النظافة البيئية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ 5 أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توغو ووفد من كوت ديفوار. وأكدت رئاسة مالي أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، حيث تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مؤخرا رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمين غويتا من أجل تخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة. وفي ختام الاجتماع أكدت رئاسة مالي أن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين من أجل تجاوز هذا الحدث، وأن الوثيقة التي اتفق الجانبان على التوقيع عليها لا تدعو إلى إطلاق سراح العسكريين فحسب، بل ستكون بمثابة بيان لتعزيز العلاقات بين كوت ديفوار ومالي. تجدر الإشارة إلى أن مالي احتجزت 49 جنديا من كوت ديفوار في 10 من يوليو الماضي واتهمتهم بأنهم مرتزقة. ووجه المدعون الماليون لجميع المحتجزين اتهامات بالتآمر ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
أعلن متمردون منشقون عن منظمة فارك كانوا قد رفضوا التوقيع على اتفاق سلام عام 2016 في كولومبيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى بداية العام الجديد بحسب ما أفاد مفوض السلام في البلاد. وقبل 6 سنوات رفض المنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك إلقاء سلاحهم كما فعل رفاقهم بعدما وقعت المنظمة اتفاقا مع بوغوتا لوضع حد لأكثر من 5 عقود من القتال. وتأتي الأنباء عن وقف فصيل رئيسي إطلاق النار مؤقتا بعد أيام من إعلان منظمة جيش التحرير الوطني آخر جماعة متمردة معترف بها في البلاد عن هدنة بينما تجرى مفاوضات سلام في كاراكاس بفنزويلا. وتعهدت المنظمتان بوقف الهجمات ضد قوات الأمن حتى 2 من يناير المقبل. ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال في بوكسبرغ بشرق مدينة جوهانسبرغ إلى 15 قتيلا حسب ما أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا. قال جو بالا في لقاء مع الصحفيين في مستشفى قريب من مكان الانفجار أن الحصيلة كانت 10 قتلى وأصبحت 15 قتيلا. وكان ويليام تلادي المتحدث باسم إدارة الطوارئ في هذه المنطقة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 10 قتلى ونحو 40 جريحا. وأوضح أن نصف الجرحى في حالة خطيرة و15 آخرين جروحهم بليغة لكنهم في حالة مستقرة، بينما أصيب 6 من رجال الإطفاء بجروح طفيفة. وأضاف المتحدث أن الصهريج كان ممتلئا ب60,000 لتر من الغاز المسال المستخدم بشكل خاص في المواقد، وواصل من جنوب شرق البلاد موضحا أن سائق الشاحنة أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى. حرمت عاصفة رافقتها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية حوالي 1,000,000 منزل من الكهرباء في أجزاء من الولايات المتحدة، بينما علق المسافرون جراء إلقاء آلاف الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد. وتأكدت وفاة 28 شخصا على الأقل مرتبطة بالعاصفة في عدد من الولايات، فيما شلت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمدة معظم أرجاء البلاد. وأدت العاصفة الشتوية التي تعد من بين الأشد منذ عقود إلى إلقاء أكثر من 2800 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة، وتأخر 6600 رحلة أخرى بعد يوم على إلقاء حوالي 6000. وتوقعت خدمة الإرصاد الوطنية تواصل أحوال الطقس الباردة إلى حد خطير في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع قبل عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة الأسبوع المقبل. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. دعوة للتركيز على استخدام البذور المحسنة في إقليم عنسبة. التبرع بالدم يبلغ 200% خلال 6 سنوات. افتتاح معرض فني في أسمرة. مالي توافق على إطلاق سراح جنود من كوت ديفوار. متمردون كولومبيون يعلنون وقفا للنار من جانب واحد. و15 قتيلا في انفجار شاحنة سريج تنقل غازا مسالا في جنوب أفريقيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.